بفضله وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. معشر المؤمنين والمؤمنات، من صور الظلم المتفشية في مجتمعنا حرمان المرأة من تعلم أمور دينها أو زهدها هي نفسها في ذلك. فكم من امرأة لا تستقيم قراءة الفاتحة على لسانها، وكم من امرأة لا تعرف كيف تتطهر من الجنابة، وكم من امرأة لا تفرق بين الحيض والاستحاضة، كم من نساء لا يعرفن أبسط أمور دينهن. إن تعليم المرأة أمور دينها هو من أهم الحقوق التي منحها إياها الإسلام، وحجبها عنها جهل الجاهلين أو ظلم الظالمين، فكان عاقبة ذلك خللاً كبيراً في حياة المجتمع وتعثراً ظاهراً للعيان في مسيرته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إننا إذا علمنا رجلاً علمنا شخصاً واحداً، وإذا علمنا امرأة علمنا أسرة، لأن المرأة أناط الله بها تربية أولادها، فإذا كانت ذات زاد من العلم الشرعي عرفت حق زوجها وحقوق أولادها، فكانت المرأة التي يحبها الله ورسوله، المرأة التي يريدها الإسلام، المرأة التي يعدل حسن تبعلها لزوجها الجهاد في سبيل الله. فلا بد من تعليم المرأة التي هي زوجة وأم وبنت وأخت العلم الشرعي، أركان الإيمان، أركان الإسلام، فقه النساء، حكم الزواج، أضرار الطلاق، حقوق كل من الزوجين على الآخر، حقوق الأولاد على الوالدين. ألسنا نرى أن كثيرا من النساء يظهرن بأجمل زينة لكل جهة إلا الزوج؟ ألا نرى أن كثيرات منهن يفضلن التطواف في الأسواق لغير حاجة على البقاء في البيوت ومراقبة الأولاد ورعايتهم؟ ألسنا نسمع أن كثيرات منهن في لحظة غضب تصرخ الواحدة منهن في وجه زوجها: طلقني، فتخرج الكلمة وتقع الكارثة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إنها الأمية الدينية، إنه الجهل، والجهل أعداء الإنسان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المؤمنون، علموا نساءكم، علموا بناتكم، علموهن العلم النافع، علموهن القرآن الكريم، علموهن السنة النبوية المطهرة، علموهن الحد الضروري من العلم الشرعي، العلم الذي يحرر المرأة من سطوة الشعوذة والمشعوذين والدجالين، وينتشلها من هوة الخرافات والخزعبلات، ويرد لها اعتبارها كإنسان محترم مكرم
له دوره في الحياة وتأثيره في الوجود ورأيه في مختلف القضايا. علموا المرأة العلم الذي يجعل منها مدرسة صالحة يشرب أولادها من معينها الصافي ما يجعلهم لبنات صالحة في بناء أمتنا. نسر لصلاح سلوكهم وندعو بكل خير لمن تربوا على أيديهم. هؤلاء الصغار الذين في الشوارع والحارات إن أعجبتنا أخلاقهم فمن أمهاتهم، وإن لم تعجبنا أخلاقهم فمن أمهاتهم. إنها المرأة إما أن تحسن لعلمها وإما أن تسيء لجهلها. ورد في الأدب المفرد للإمام البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هذه امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. امرأة ترفض الزواج تحرم نفسها حظها من الرجال من أجل تربية أولادها، فتبلغ هذه المرتبة الرفيعة عند الله عز وجل، تكاد تكون أول من يدخل الجنة. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.